دايما مقولة الفلاج شيب كيلر لما بتتقال على الموبايل بيكون موبايل بينزل عشان يخبط في الموبايلات بتاعت الشركة التانية وبيدي نفس الامكانيات بسعر رخيص ويكون اوبا احنا النهارده هننزل بقى نكسر السوق. سامسونج بقى لما بتعمل فلاج شيب كيلر حضرتك بتعمل فلاج شيب كيلر عشان يقتل موبايلها الفلاج شيب، يعني ده شيء غريب جدا. يعني هي بتنزلك الاس 25 مثلا في يناير، وعلى نص السنة اخر السنة كده تروح منزلك الاس 25 اف اي فلاج شيب كيلر يقتل الفلاج شيب اللي نزل في اول السنة قبل ما ينزلوا بقى الاس 26 في يناير اللي جاي. يعني هم بيلعبوها صح قوي، ولكن محتاج تكون عارف معلومات عنه لان هو مش فلاج شيب 100%، هو كيلر، هو فيه شويه ميزات كده بيخبط في القوي. فخلينا نعرف ايه الميزات الموجوده فيه اللي تخليه فلاج شيب وايه الحاجات اللي موجوده فيه تخليه بقى كيلر. فاهم اللي هو مش عارف اقول ايه بس قلتها كده. مبدئيا اس 25 اف اي بيجي بسعر 50 ل 60% من سعر الفلاج شيبس بتاعت سامسونج، الاس 25 بلس، الاس 25، الاس 25 الترا، 50 60% من سعرهم تقريبا. والاس 25 اف اي ده يعتبر ابجريد الاس 24 اف اي بتاع السنه اللي فاتت، في ابجريدز كتيره ممتازه، ويعتبر شبه شويه الاس 24 بلس والاس 25 بلس ولكن بسعر ارخص كتير من الاس 25 بلس. نبدا كده من بره، والخامات بتاعت الموبايل ده خامات ممتازه. اللون بتاع الموبايل ده لون مميز، ازرق كده غامق شويه، مش ازرق فاتح او كده، ازرق مميز. اللون ده الدرجه دي ما شفتهاش كتير. والفريم بتاع الموبايل ده فريم مصنوع من الالومنيوم نظيف قوي، يعني معمول صح، الكيرف بسيط من الاطراف. شكل الكاميرات هي شكل كاميرات الفلاج شيب 100%. لون الفريم مش نفس لون الظهر، ودي حاجه اختيار جديد في الالوان. لو هتسالني احب اقول لك ان هم يحبوا يكونوا شبه بعض، ولكن كل واحد عنده رأي. وعلامة سامسونج لامعة كده ومحمي بكورنينج جريلا جلاس فيكتس بلس. مش هتعرف تبصم الظهر المصنفر المطفي المات بتاع الموبايل ده خالص، واكل فول مش هتعمل برضه. وعامة دي حاجة مميزة ان اس 24 اف اي كان ظهره ده بيلم بصمات، كان جلاسي، كان مراية حرفيا بتحط فيها كده تفضل مبصمة على طول. دي احلى كتير. انت بتتكلم عن سامسونج موبايل 7.4 ملم، وزنه 190 جرام، وده يعتبر اقل من السنة اللي فاتت. موبايل اي بي 68 واتر وداست ريزيستنت، محمي ضد المية والاتربة. ده من اعلى الريتنجز موجودة حاليا في السوق. هو في اي بي 69 يعني، بس ده حلو. وتصميم الكاميرات بتاع الالترا، الكاميرات كده فلاش، مفيش حاجه مع طالعه كده بارزه، يعني يا دوبك الكاميرات اللي طالعه من الظهر. نلف الموبايل ونعمل انلوج بالبصمه جوه الشاشه. عندنا هنا يا جماعه شاشه 6.7 بوصه فول اتش دي بلس، مش 2 كي بلس، ودي حاجه متوقعه جدا لان الاس 25 مش الاف اي بيجي بشاشه فول اتش دي بلس مش 2 كي بلس. بس الشاشه دي شاشه كويسه، 1900 نتس، اتش دي ار 10 بلس، دايناميك ال تي بي او اموليد الجيل الثاني، وبرده محميه بكورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس. فعامه فكره الموبايل ده يقع يتكسر منك دي حاجه تقلقش منها، هي رجلك اللي هتوجعك، بس رجلي وجعتني قوي. حاجه مهمه بس، الموبايل مش بيجي معاه سكرين بروتكتور بره العلبه، فاول ما تجيبه روح اشترك سكرينيه كده وحطها عليه عشان الخدوش والحاجات دي تحميه. انا عارف ان انا عمال اتكلم كتير على الشاشه شويه، ولكن هحاول اقول كام معلومه بسرعه. البازلز بتاعت الموبايل ده الفريم بتاعه صغر كتير عن السنه اللي فاتت، ما زي الحته اللي تحت دي ممكن تصغر اكتر عشان تساوي بقيه الاطراف. بما ان الشاشه دي ال تي بي او فمعناها ان هي فاريبل فريم ريت، ممكن تكون تشتغل 1 هرتز، ممكن تشتغل 120 هرتز، فده هيكون موفره والاولويز اون مش هياخد كهرباء خالص. الوان الشاشه بالانسد ودقيقه اكتر من اس 24 اف اي. لا اس 24 اف اي لو تفتكروا كان في زي هالات حمراء كده في الشاشه، هنا الموضوع ده مش موجود. الاسود في السوبر اموليد هنا اسود حقيقي، سوبر اموليد ليفل بتاع شاشات فلاج شيب حقيقيه. بصراحه هتكلم عن الشاشه دي من احسن الشاشات الموجوده في السوق، يعني دي تنافس فلاج شيبس بره سامسونج وتتخطاهم. فلاج شيبس حرفيا يا جماعه، فلاج شيبس هم 1200 1400 دولار، دي نفس الشاشه. نتكلم بقى المعالج، وده جزء بقى التاني، مش الفلاج شيب، ممكن يكون الكيلر شويه، هو مش كيلر قوي، هو الاكسنس 2400. ده معالج 4 نانومتر ديكا كور 6 كور، وهو نفس المعالج بتاع الاس 24 بلس. يعني كنا اتمنى بقى اشوف نفس معالج الاس 25 بلس، يعني في ابديت بقى اقوى كتير وهيبهرنا، ويكون ده بقى احسن موبايل بروسيسور تشتريه كيلر فلاج شيب. هو ما زال بيجي بروسيسور اس 24 بلس، وده بروسيسور مش وحش من اكسنس، واثبت وجوده على فكره السنه اللي فاتت. وفعلا هو اداؤه احسن شويه من الاس 24 اف اي، بس مش الاداء الفرق الرهيب. يعني عندك نسختين الموبايل ده، نسخه 256 نسخه 512 جيجا، والاثنين ستورجز دول بيجوا بيو اف اس 4.0. الاستورج دي يا جماعه صاروخيه سريعه جدا، ولكن ايا كانت النسخه اللي انت بتجيبها بيجي ب 8 جيجا بايت رامات فقط. يعني كنت اتمنى مثلا نسخه ال 256 تيجي ب 8 وال 512 تيجي ب 12 جيجا بايت، فيكون عندك الاختيارات انك تتحمس وتجيب النسخه الاعلى، ولكن مفيش الاوبشن ده. والنقطه دي بالذات ممكن تخليه يقل شويه في حته الفلاج شيب كده. ده الموبايل الوحيد والاول اللي يطلع من البوكس بتاعه في مصر بالوان يو اي 18. ده عباره عن السوفت وير بتاع سامسونج على اندرويد 16
وعندك يا سيدي 7 سنين اندرويد ابديتس، 7 سنين سكيورتي ابديتس. الموبايل ده يعني ممكن يعيش اكتر من حاجات كتير في حياتك، وده حاليا اطول رقم دعم لموبايل اندرويد يعني، وممكن كمان ايفون. انا قعدت احسبها، ايفون طلعت 6 سنين، ده اكتر من ابل. غرفه التبريد الكولينج تشامبر كبرت عن الاس 24 اف اي، ولكن مازال بيسخن بعد استخدام فتره مطوله. كده كده احسن من الاس 24 اف اي في الاستخدام المطول. لو تحطهم مع بعض في لعبه ببجي، انا حسبتها بالتايمر تقريبا بياخد 40 دقيقه الاس 24 اف اي عشان تبدا تشوف الاداء بيقل. ده ممكن توصل لساعه، ساعه وربع قبل ما الاداء يبدا يقل. عامه فكره 40 دقيقه او ساعه دي حاجه كويسه، وما انصحكش طبعا موبايلك تلعب اكتر من ساعه متواصل، لان ده هيجي لك هيسيس خالص. طبعا مراتي قاعده ورا الكاميرا بتضحك عليا لان انا مدمن العاب دلوقتي بس اللعبه ما بتسخنش الموبايل. لعبه كلاش رويال ماشي، اللعبه دي انا ما بعملهاش اعلان ولا حاجه، ولكن انت لو بتلعب اللعبه دي ممكن تاخد الكريتور كود بتاعي كده تحطه، عشان انا هموت واشتري اللايتنينج الجديد بقى اللي بيخليه اللي هو ايفولفد وكده بقى. فاعلان ببلاش للعبه دي، بس انا بحبها قوي. هتلاقي الكريتور كود بتاعي في ديسكربشن الفيديو. هو مش اعلان، بس لو عايزين يعملوا اي سبونسر، انا مدمن اللعبه، انا مدمن انا ليفل 13 ووصلت للتروفي 7500 دلوقتي. لو حد فيكم بيلعب اللعبه دي يا جماعه، اتاكد انك تعملي فولو جوه اللعبه، وعامه ممكن ندخل نلعب ماتشات مع بعض، يعني انا على طول هتلاقيني اكتف يعني هتقتلني من ورا الكاميرا. ببجي حاليا بتشتغل 60 فريم فقط، علما ان الاس 24 اف اي كان بيشتغل 90 فريم، فالسنه الجديده بيشتغل فريمات اقل. علما كمان يا جماعه ان الاكسنس 2400 اصلا يقدر يشغل لحد 120 فريم، مش حتى 60 ولا 90، ولكن دي مشكله ديفلوبر مش بيطور للمعالج ده، يعني اتمنى اشوفه في اسرع وقت. حاليا ما بتدعمش غير 60. سيستم الكاميرات هنا سيستم كاميرات صراحه لذيذ قوي. انت بتتكلم عن 3 كاميرات، كاميرا عاديه، كاميرا زوم، كاميرا الترا وايد. السيستم اللي المفروض يكون موجود في اي موبايل يعني عادي او فلاج شيب بصراحه، ده المفروض ده الستاندرد. كاميرا ماكرو 2 بقى، وكاميرا مش عارف بتعمل ايه، وتلاقي كل ده هم 3 حلوين يدوا لك التيتا. كاميرا زوم بس هي 3x اوبتيكال و 30x ديجيتال. كنت اتمنى اشوف 5x اوبتيكال، 10x اوبتيكال، يعني 3x بس دي يعني فلاج شيب كيلر، بس يعني 2022 او فلاج شيب كيلر ايفون، يعني مش فلاج شيب كيلر سامسونج. الله وانا مالي يا لمبي. الصور اللي طالعه من الموبايل ده صور مليانه تفاصيل رائعه، والوان سامسونج يعني بتطلع قلوب. انا بقى بعشق الالوان دي، الوان مشبعه، الوان حلوه، الوان جميله. البورتر شغال هنا على 1x 2x و 3x كمان. الفيديو يا جماعه بيصور 8K يا فلاج شيب. ده الموبايل الوحيد اللي في فئه السعر دي، او حتى في اسعار اغلى، اللي بيصور 8K. طبعا لو هتصور 8K هتصور على الكاميرا الاساسيه بس اللي هي ال1x، ولكن ممكن تعمل فيها ديجيتال زوم، هتبقى الكواليتي طبعا وحشه، فخليك 1x عشان تطلع الصوره ثابته وحلوه. اما لو عايز تصور 4K 30 فريم، فممكن تصور على الاربع كاميرات، على الثلاثه اللي ورا واللي قدام كلهم ممكن تصور عليهم 4K 30 فريم عادي جدا. بما اني جاي مسكت الفرونت كاميرا، فالفرونت كاميرا هنا 12 ميجا بكسل اف 2.2، ودي بصراحه فيها نقله كبيره في كواليتي الالوان والشاربنس عن الاس 24 اف اي. بصراحه اقدر اقول لك ان كواليتي الكاميرا السيلفي اللي طالعه من الموبايل ده هي كواليتي فلاج شيب حرفيا، هي اقوى من الفلاج شيبس الموجوده في السوق. ايه رايكم يا جماعه في السيت اب؟ انتوا مش بتشوفوا 360 كتير ايه رايكم؟ البطاريه كبرت 200 ملي امبير عن الجيل السابق، بقت 4900 ملي امبير. الشاحن هنا 45 واط، والشاحن ما بيجيش جوه العلبه كعاده سامسونج. ده بيديك تقريبا 7 ل 8 ساعات سكرين اون تايم، وتعتبر بطاريه اصغر من المنافسه شويه حلوين. 0% في ساعه، وشحن لاسلكي 15 واط. ويلا بينا نتكلم عن السوفت وير، لان السوفت وير الموجود هنا هو سوفت وير فلاج شيب 100%. مفيش اي فيتشر واحده موجوده في الفلاج شيبس مش موجوده هنا. كل السامسونج اي فيتشرز، من الاوديو اريسر، الاوبجكت اريسر، طبعا كل فيتشرز جيميناي والمسجات تتلخص، كل الميزات الاي اي الموجوده في الكبار موجود. الموبايل فيه سماعات ستيريو بتدعم الدولبي اتموس، سماعات صوتها عالي، فيها بيز محترم جدا، وتحس نفسك انك جوه الفيديوهات اميرسيف قوي. الموبايل فيه ميكروفون زياده لعزل الضوضاء في المكالمات، وما عندكش مدخل 3.5 ملم، ودي حاجه متوقعه جدا. في فينجر برينت سنسور جوه الشاشه. الموبايل بيدعم الفيس انلوك، وفي سنسور بروكسيميتي بس الديجيتال، اللي هو لما بيقفل الشاشه بيعملها كده، بس يعني محتاج يكون اسرع شويه. انت اول ما يجيلك مكالمه بتحطه بياخد لحظه عقبال ما بيقفل الشاشه، فبحس اللحظه دي انا بكون قلقان فيها. ما عملش معايا فكره ان هو داس على الشاشه، ولكن احب ان هو يكون اسرع شويه. الموبايل بيدعم الان اف سي في سامسونج داكس. اليو اس بي بتاعه هو يو اس بي 3.2 سريع جدا. كارت النتورك في الموبايل ده كارت نتورك محترم جدا، قريب قوي للاس 25 الترا. الموبايل بيجي بشريحتين سيم كارد فيزيكال، وعندك كمان الاختيار انك تركب فيه اي سيم، فانت هيكون عندك عدد كبير او مش شرايح، مش عارف اعدهم دلوقتي. اخر حاجه الموبايل ده لا يدعم الاس دي كارد. والسعر
الموبايل ده لسه مش متاح رسميا في مصر وقت ما بسجل الفيديو ده، ولكن الفيديو ده المفروض هو ينزل في خلال يوم او يومين عشان احنا متاخرين جدا فيه. ووقت نزوله متوقع السعر يكون في رينج ال 35,000 جنيه. دي يا جماعه نسخه ال 8 جيجا بايت رامات و256 جيجا ستورج، والسعر اللي انا بقول ده ضمان محلي، يعني ده شامل كل الضرايب وكل الحاجات اللي هتحط على الموبايل. S25 FE بصراحه موبايل يعني جامد قوي، خصوصا لما حد بيجي يقول لي مثلا عايز اشتري موبايل جديد في رينج ال 30 40، افكر في الايفون 13 برو ماكس مثلا مستعمل. بصراحه ده بيكون اوبشن كده بيلمع شويه، يعني بيلمع في فكره الفلاج شيب كيلرز الموجوده. يعني المنافسه حاليا موجوده في السوق ممكن تكون بتيجي مثلا بكاميرات اقوى شويه خصوصا في الزوم، ولكن بالنسبه لي التصميم والشاشه وفلاج شيب سامسونج تقريبا انت بتاخده محدش هيعرف يفرق يقول ان ده مش S25 عادي، هيقول ده الاف اي قليل قوي. ده فعلا موبايل فلاج شيب كيلر محترم جدا لو انت بتفكر في موبايل وعايز تجيب موبايل ده تحفه. بس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اتاكد انك تعمل لايك المتين، تقول لي في الكومنتس تحت ايه المنافسه اللي انت شايفها الموبايل ده، وليه شايف ان ده ممكن يكون احسن او اللي انت بتقول عليه ده يكون احسن. عايز اعرف رايك في الكومنتس تحت. شكرا انك شفت الفيديو. شكرا.